رد فعل قوي من الاهلي بعد تصريحات كريم حسن شحاتة المسيئة للاهلي. بعد ما طلع كريم حسن شحاتة الاعلامي الرياضي وقال ان النادي الاهلي تدخل لمنع انتقال اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجيت الى صفوف نادي الزمالك خلال الصيف الحالي، فخرجت بعدها ادارة الاهلي ونفت الكلام ده تماما، واكدت ان مفيش اي تدخل من قريب او بعيد، وشدد الاهلي في موقفه الرسمي على ان مفيش اي تواصل حصل من قبل مسؤولي الاهلي مع مسؤولي شركة بتروجيت، ومحدش طلب منهم تعطيل الصفقة او التأثير على المفاوضات باي شكل ممكن، وان الاهلي بيتبع نهج واضح في احترام خصوصية تعاقدات الاندية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وطلب عدد من اعضاء مجلس ادارة الاهلي اللي ابدوا انزعاجهم الشديد من تصريحات كريم حسن شحاتة، وطلبوا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي بالتدخل الرسمي وتقديم شكوى عاجلة الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اعتراضا على ما وصفوه بالتجاوز الاعلامي غير مهني وتشويه صورة النادي الاهلي امام جماهيره واثارة فتنة رياضية غير مبررة في توقيت حساس. ففي وجهة نظرك يا معلم، ايه من وجهة نظرك السبب اللي خلى كريم حسن شحاتة يقول كده؟ وهل شايف الاهلي ممكن فعلا يكون اتدخل عشان يبوظ الصفقة دي ولا لا؟